بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وحشتوني كتير كتير. طبعا انا كنت موعداكم ان احنا نشتغل ونكمل مع بعض على طول في القناة اول ما بدأت معاكم. اللهم صل على النبي. بس النوبة دي جيت قطعت مرة واحدة وطولت النوبة دي عليكم. النهارده بقالي حوالي 12 يوم او اكتر، 12 يوم ما نزلتش فيديوهات. اتمنى تكملوا الفيديو معايا كده عشان عندي موضوع عايزه اتكلم فيه معاكم. هنسمي بسم الله ونخش كده. الفيديو بتاعنا كله طاقه وحماس ونشاط. كملوا معانا الفيديو. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده بقاله دلوقتي اكتر من 10 ايام او 12 يوم، يعني من ساعه ما انا ما بطلت كده ان انا انزل فيديوهات. من ساعتها كده متصور وكان واقف على المونتاج والتسجيل، تسجيل الصوت يعني. كملوا معانا الفيديو ويا ريت تحطوا لايك عشان تشجعونا كده بلايكاتكم الحلوه. كتروا من اللايكات كده. اللايك مش هيأثر معاكي في اي حاجه ومش هتخسري اي حاجه والله. لو حطيتي لايك اضغطي بس بصبعك كده وحطي لايك. كل اللي يخش ويشوف الفيديو ويشاهد ولو دقيقه واحده منه يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ما تبخلوش علينا بدعوه حلوه، دعوه حلوه من قلبكم في تعليق. تعليق حلو كده من قلبكم. وقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو بتاع النهارده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفيديو بتاعنا مشجع وكله طاقة وحماس كده ونشاط، وكان يومه كمان كانت الشمس طالعة والجو جميل. ده اللي شجعني ان انا اعمل الروتين ده معاكم. ده روتين يعني ايه، يوم الجمعة، بس ما كانتش الجمعة اللي هي اللي فاتت دي، لا، الجمعة اللي قبلها. طبعا اللي حشني عنكم الفترة اللي فاتت دي كلها كان غصب عني والله. كان اخويا تعب فجأة وكان دور جامد يعني. الحمد لله الحمد لله ان هو عدى منه على خير، والحمد لله ان هو ربنا نجاه منه. فربنا يشفي كل مريض يا رب ويشفيه، وربنا ما يدخلش على حد حاجة وحشة ابدا يا رب. بصوا، عايزه اقول لكم رغم الغلا ورغم الناس كلها ماشيه تكلم نفسها عن الغلا والاسعار واسعار الاكل والشرب والحاجات دي كلها، عايزه اقول لكم يعني لو واحد او واحده او حد تعب شويه تعب كده على فجأة، عايزه اقول لكم هتصرفوا فلوس الدنيا، مش هيكفيكوا فلوس الدنيا على دور بس كده عشان تفوقوا وتقوموا تقفي على رجلك من تاني. فيا ريت انا بدعي من ربنا لو هنصرف فلوسنا كلها على الاكل والشرب الواحد مش هيستخسرها، بس تكون بعيد عن المرض وبعيد عن العيا. وربنا ما يكتبها على حد خالص يا رب. يعني ما تزعلوش ان الاسعار غالية والحاجة غالية والاكل والشرب وهنجيب منين وكده، لا، انت يعني اما تبصي لها وتشوفي الناس في المستشفيات وتشوفي الحالات وتشوفي الناس بتتألم ازاي وتشوفي انت بتصرفي قد ايه، بجد تقولي لا. يعني انا ما زعلش على فلوس صرفتها في الاكل والشرب باسعار غاليه وبجيب الفرخه بقد كده وبجيب ازازه الزيت بقد كده، لا، ما تزعليش. بس يا ريت جرينا وتعبنا وشقانا يروح على الاكل والشرب بس، ما يروحش على الدكاتره ولا المرض ولا العلاج ولا المستشفيات ولا الكلام ده كله. لان انت لما تبصي لها لا قدر الله، يعني لو حد فينا جاله دور زي كده ودخل المستشفى واتحجز يومين 3 في الرعاية او حاجة زي كده، او رحت جريتي على دكاترة بره واشاعات وتحاليل، شوفي هتصرفي ايه. هتصرفي الوفات مؤلفة، وكفاية مرمطتك وبهدلتك وبهدلت ولادك. وسبحان من ينجي، قسما بالله زي ما بقول لكم كده. يعني محدش يزعل ولا حد يحمل هم الاكل والشرب ده. يعني مفيش حد بيبات من غير اكل وشرب، مفيش حد بيبات جعان. ربنا بيرزق كل واحد، وبتيجي اخر اليوم بتبقى قايمه من النوم محتاره هتعملي اكل ايه وشرب ايه، بس سبحان الله بتيجي اخر اليوم وتلاقي ربنا قضيها من عنده. فيا ريتها
كلها تكون اكل وشرب، ويا ريتها بصوا لو عيش وملح بس النفر يكون بصحته وعافيته واقف على رجليه. اقسم بالله لو عيش وملح، فضل ونعمة من عندك يا رب. لان المرض ده وحش قوي قوي، والعيا ده وحش قوي قوي. ربنا يكفينا شره ويكفيكوا شره، وربنا يكفينا شر المستشفيات والدكاترة والحاجات الوحشة كلها يا رب. وربنا يشفي اخويا ويشفي كل مريض. اتمنى ان انتوا تدعوا له دعوة 40 غريب مستجابة، ان ربنا يتم شفاء على خير. وهو الحمد لله الحمد لله، نحمدك يا رب ونشكر فضلك، بقى احسن من الاول بكتير. فده كان كل سبب، يعني السبب ان انا عشان في ناس كتير بعتت لي على الخاص بيسألوني ان انا يعني متغيبة ليه وبقالي فترة مش بنزل فيديوهات. فحبيت يعني ان انا اطمنكم كلكم يعني هو ده السبب اللي حشني يعني عنكم. انا مصورة والله كذا فيديو، مش ده بس طبعا ما فيش دماغ رايقة، ما فيش نفس. هو ده اللي حشني عنكم مش اكتر. وان شاء الله ربنا يسترها كده وما يجيبش حاجة وحشة تاني ابدا يا رب. وان شاء الله هنبدأ نشتغل مع بعض وننزل فيديوهات كل يوم. بس عايزة تشجيعكم كده ودعواتكم الحلوة لينا. اتمنى تدعولي كلكم كده في الكومنتات، وتدعوا لاخويا ربنا يشفيه ويتم شفاه على خير يا رب، ويشفي كل مريض يا رب، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب، اللهم امين. ده كان روتين يوم الجمعة، مش الجمعة دي، الجمعة اللي قبلها. طبعا كان عندي الحصرتين دولت بتوع الطرقة. يعني انا مغسلتش حصر الشقة، بس الحصرتين دول بس عشان العصافير بتخش عندنا وبتبهدل الدنيا خالص في الشقة وبتبهدل الطرقة. فكانت مبهدلة الحصرتين دولت. فلما لقيت الجو حلو قلت اعملهم، وبالمرة بقى ايه امسك البرندة كمان. البرندة كمان كانت متبهدلة من العصافير، مسكتها كمان بالمقشة زي ما شفتوا كده. ومسكت الطرقة كمان مسحتها، ومسكت الحمام. يعني ده روتين في الحمام كده، اللي هو بتاع ايه، كل اسبوع كده بمسكه المسكة دي، او كل 3-4 ايام كده، يعني حسب ما بلاقيه معايا خلاص يعني ايه. بس مش الروتين العميق بقى اللي انتوا عارفينه، لا ده روتين يعني ايه كل كام يوم كده. طبعا بقى هدومي كانت اتبلت كلها، اللي انا كنت بعمل فيها بغسل فيها الحصر. العباية اللي كانت مع عليا ديت كانت غرقت كلها مية من تحت، ومبقتش عارفة ان انا اكمل بقى بقية الروتين في المطبخ. فغيرتها ودخلت على المطبخ بقى اغسل المواعين زي ما شفتوا كده. كان عندي مواعين كتير قوي، وكان البوتاجاز كمان. بس انا طبعا ما صورتش معاكم كل حاجة، بس قلت يعني ايه تشجيعا كده اكمل معاكم اليوم عشان خاطر تشجعوا معايا. طبعا في رسالة جايالي وحابة ان انا اعرضها عليكم، وعايزاكم تقولوا رأيكم. اللي كمل معايا الفيديو لحد هنا يقول لي رأيه في التعليقات عشان خاطر نفيد بعضنا. يعني كل صاحبة الرسالة تستفيد من رأيكم يعني في القصة دي حقيقية. قصة الحما ومرات الابن. طبعا اكيد كل الناس بتواجه المشكلة دي، وخصوصا الزوجات او مرات الابن اللي هي مثلا لسه جديدة، لسه متجوزة جديد، لسه ما تأقلموش مع بعض، لسه ما عرفوش طباع بعض. يعني لا دي عرفت طبع دي ولا دي عرفت طبع دي، فطبعا مش عارفين يتفاهموا مع بعض، مش قادرين ان هم يمشوا امورهم مع بعض. في حما مش طايقه مرات ابنها، تمام، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. مش قابلها، مش طايقه، مش حباها، بمعنى اصح. ده من اول يوم جواز. عفوا. فطبعا اللي انا عرفته يعني ان مرات الابن مش غلطانه،
واللي انا عرفته برضو ان مرات الابن مش مقصرة، هي الحما رفضها رفضا يعني تما كده، رفضها خالص، رفضها خالص ومش حباها ومش عايزاها، مع ان ابنها واخد مراته دي متجوزها عن حب يعني، وهو مش معترض على مراته، وهو عايز مراته وهو حبيبها، وشايف ان مراته مش بتغلط ولا بتأثر مع امه. فالحل ايه يعني؟ عايزين حل ان الحما ترضى عن حماتها او عن مرات ابنها، الحما ترضى عن مرات ابنها وتحبها، تعمل معاها ايه؟ تعمل معاها ايه؟ فانا قلت اعرض عليكم، يعني احنا بصراحة مش لاقيين حل للقصة دي، يعني صاحبة الرسالة دي مش لاقيه لها حل، يعني هي احتارت معاها، بس هي يعني قافلة في وشها الابواب كلها، مقفلة الابواب كلها في وشها، مش مدياها اي فرصة، مش مديها اي فرصة ان هي تحبها، ان هي تعاملها كويس. ف بعد ما خلصت المواعين بقى كان السما، انا بقى حابه اقول لكم رايي انا في القصه ديت، رايي انا الشخصي في القصه دي، ويا ريت برضو انتوا كمان تقولوا لي رايكم لو انتم مكملين معايا لحد دلوقتي. انا رايي في القصه دي ان الحما حتى لو انتي مش حابه مرات ابنك دي، او مش هضماها او مش بتستريحي لها، يا ستي اعتبريها زي بنتك، يا ستي ديت مهما كان راحت او جت، هي عيلة، حتى لو في تصرفات فيها مش عاجباكي، انتي المفروض يعني بينك وبينها كده تقعدي معاها كده اكنها بنتك بالظبط، وتوجهيها للصح، قولها لا اللي انتي بتعمليه ده غلط، لا اعملي كذا، لا سوي كذا، خديها تحت جناحك كده زي ما بيقولوا كده، زي ما احنا محمواتنا كده زمان، الله يرحمها كده ويحسن اليها ويجعلها من اهل الجنة يا رب. بجد بجد عايزه اقول لكم، عمري في الدنيا دي كلها وعمري ده كله ما شفت زيها، ولا عمري هشوف بعدها تاني. المفروض ان الحما تحوط كده على مرات ابنها وتاخدها في حضنها وتحامي عليها تنصحها تشوف ايه الغلط اللي بتعمله وتواجهها بيه بينك وبينها، مش قدام حد، مش اعرف دي واعرف دي، لا بيني وبينها وانصحها. حتى انا مش قابلاها ومش حباها، بس شايفه ابني بيحبها وابني عايزها وابني مش شايف ان هي وحشه، انا يعني ايه، اجي على نفسي عشان خاطر ابني، اجي على نفسي عشان خاطر راحة بال ابني، وابني يبقى مبسوط ويبقى سعيد، وشايفه ان ديت اللي مريحه ابني، وشايفه ابني سعيد معاها ومبسوط معاها، يبقى انا اجي على نفسي واستحمل، واحده واحده هلاقي نفسي استريحت لها. لما اخدها في حضني انا الاكبر، انا اعتبر نفسي انا امها، وفي مكان امها اواجهها بالغلط، حاجه هي مش عارفاها انا نصحها بيها، وحاجه عاديها، حبة حبة هتلاقي الأمور بقت كويسة، هتلاقي نفسك حبتيها، هتلاقي نفسك مش قادرة تستغني عنها. أنا مش عايزة أحكي لكم يعني عن اللي حماتي كانت بتعمله معايا وأنا لسه متجوزة وأنا لسه عروسة جديدة، كان جوزي بيتعامل معايا زي ما كانش فيه تفاهم بيننا وبين بعضنا. عايزة أقول لكم حماتي دي هي اللي كانت بتقف في صفي وتدافع عني، هي اللي كانت بتحاجة عليا، قسما بالله الكلام ده ما فيه تغيير ولا فيه كذب. حماتي ديت يعني عايزه اقول لكم دي كانت ملاك نازل من السما، يعني لو قعدت احكي لكم من هنا للصبح عن اللي هي كانت بتعمله معايا مش هيكفيني فيديو ولا 2 ولا 3 ولا 4، عايزه لها سلسله فيديوهات عشان احكي لكم قصتي مع حماتي كانت بتعمل معايا ايه ومن ورا جوزي. بس كده يعني انا الموضوع اطول من كده واكبر من كده، بس طبعا الفيديو كده خلاص خلص. هشوفكم على خير في فيديو جديد، ومستنيه رايكم، ولو حابين بقيه القصه اكملها لكم في الفيديو اللي جاي قولوا لي في التعليقات.